هلا والله بأحلى متابعين. في عالمنا في مخلوقات اختفت من سنين طويلة والناس كانت فاكرة ان مستحيل حد يشوفها تاني. من سمكة كانوا معتقدين انها انقرضت من اكتر من 70 مليون سنة، لبغبغاء الليل الغامض اللي اختفى عن الانظار لاكتر من 100 سنة، لحد نمور بنغالية نادرة جدا بطفرات جينية خلت شكلها غريب ومذهل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. انا ابراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. أنا متأكد إنك عارف شكل الفار كويس وعارف كمان شكل الغزال الرقيق، بس عمرك سألت نفسك إيه اللي هيحصل لو ضربناهم في خلاط وطلعنا ميكس ما بينهم؟ مش متخيل؟ طيب بص كده وشوف المفاجأة دي. ده بقى غزال الفار الصغنون، وده واحد من أصغر الحيوانات اللي بتمشي على حوافر في العالم كله. تخيل ان طوله ما بيعديش ال 18 بوصة. الكائن ده خجول لأبعد حد، وعايش حياته كلها بالليل ومستخبي وسط الغابات الآسيوية. الطواويس البيضاء دي طيور نادرة جدا، ريشها كله أبيض زي التلج بسبب نقص الصبغة في جسمها. بس خلوا بالكم، رغم لونها الهادي ده إلا إنها لما بتفرد ديلها بتبهر الكل بنفس المروحة العظيمة اللي بنشوفها في الطواويس الملونة. بجد حاجة فخمة جدا. الطاووس الأبيض شكله يخطف العين، وده بيخليه نجم في الأسر وبيجذب له الشريك بسهولة. بس الحقيقة الجمال ده له تمن غالي. لونه الأبيض الواضح ده بيخليه مكشوف تماما وما عندوش أي وسيلة يستخبى بيها، وده اللي بيخليه لقمة سهلة لأي حيوان مفترس في البرية. في سنة 2019 الناس في محمية ماساي مارا في كينيا شافوا حاجة عمرهم ما تخيلوها ولا شافوها قبل كده. حمار وحشي مش شكل فصيلته نهائي، بدل الخطوط البيضة والسودة المعروفة ظهر لهم بفرو غامق ومنقط بنقط بيضة، وكأنه لابس بدلة سواريه منقطة. سبحان الله في شكله. مع ان في ناس بتقول ان الحمار الوحشي ده عنده حالة وراثية نادرة اسمها التصبغ الكاذب، الا ان خبراء كتير شايفين ان الفرو الغريب ده لسه مخبي وراه اسرار تانية كتير العلم ما اكتشفهاش بالكامل. لو هنتكلم عن الحيوانات المهقاء النادرة يبقى لازم نجيب سيرة ألبا. ده إنسان غاب لونه أبيض زي القشطة، تم إنقاذها سنة 2017 وهي في حالة صعبة جدا، وبعد مشوار طويل من الرعاية والتأهيل علشان تقدر تعتمد على نفسها أخيرا رجعت لبيتها في البرية سنة 2019 وهي في كامل صحتها. وبالرغم إن ألبا هي الوحيدة في العالم كله اللي باللون ده، ومع ان لونها الابيض الفاقع ده بيخليها هدف سهل ومكشوف لاي خطر في الغابة، الا انها دلوقتي عايشة حياتها بمنتهى الحرية في وسط البرية وبتمارس حياتها الطبيعية زيها زي اي انسان غابة تاني. في حديقة حيوان بريستول ببريطانيا حصلت معجزة صغيرة حرفيا، ولادة صغير جديد من ايل الفلبين المرقط. الصغير ده طوله ما بيعديش 30 سنتيمتر، تحسه كده زي علبة الكبريت. الأيل ده والمعروف كمان باسم أيل الأمير الفريد بيعتبر من أندر أنواع الأيائل في العالم كله. في البرية عددهم قل جدا بشكل مخيف، وما بقاش في غير أقل من 700 أيل في جزر الفلبين. علشان كده كل ولادة جديدة هي طوق نجاة بيحمي السلالة دي من إنها تختفي للأبد. تخيل كده انك تلاقي كائن كان العالم كله فاكر انه انقرض مع الديناصورات من 70 مليون سنة. سمكة السيلاكانث هي الصدمة اللي هزت مجتمع العلماء سنة 1938. أحفورة حية بكل معنى الكلمة، جسمها ما غيرش ملامحه من ملايين السنين. السمكة دي بتعيش لحد 100 سنة، انت متخيل؟ ومش بتبدأ تكبر وتنضج غير لما تعدي ال 55 سنة. زعنفها غريبة جدا، بتتحرك كأنها بتمشي
وكأنها لسه محتفظة بسر اللحظة اللي فكرت فيها الكائنات تسيب البحر وتطلع لليابسة. بقايا السلاحف العملاقة ممكن تلاقيها في كل ركن في العالم، بس القصة المرة دي مختلفة. في سنة 2019 في باحث قدر يوصل لاكتشاف هز الدنيا لما لقى كائن الكل كان فاكر انه خلاص انقرض وما بقاش ليه وجود وسطنا. سلحفاة جالاباجوس مش مجرد سلحفاة عادية، دي واحدة من أكبر أنواع السلاحف في العالم كله، وممكن تعيش كده بالراحة لأكتر من 100 سنة. مكانها الأصلي وتاريخها كله محفور في جزر جالاباجوس، وليها دور مهم جدا وحاسم في توازن النظام البيئي. مين عارف، جايز يكون في حيوانات تانية كتير احنا فاكرين انها انقرضت وخلاص وما بقتش موجودة، بس هي في الحقيقة لسه مستخبية وعايشة وسطنا ومستنية اللي يكتشفها. في أبريل 2015 عالم الطيور الدكتور ستيف مورفي قرر ياخد المخاطرة ويطلع في رحلة بحث عن طائر شبح، طائر مفيش عين شافته من أكتر من 100 سنة، وهو بغبغاء الليل. بغبغاء الليل ده مش مجرد طائر عادي، ده واحد من ال3 أنواع الوحيدة في العالم اللي بتعيش على الأرض مش فوق الشجر. والحقيقة إن الدكتور مورفي لما جه يدرسه ما أبهرناش بس إنه عرف يصطاده، لا ده فاجئ الكل وراح مطلعه تاني وسايبه يرجع لبيته في البرية بكل حرية. الشخص ده اللي بيعشق الطبيعة والحياة البرية قرر في يوم ياخد بعضه ويطلع يتمشى في الغابة، وبعد ساعة من المشي اتفاجئ بحاجة مستحيل تخطر على بال حد. لقى كائن جرابي صغير حياته كلها فوق الشجر في أمريكا الجنوبية، والغريب بقى إنه بيعتبر بقايا حية من سلالة قديمة جدا وليها صلة قرابة قوية بالحيوانات الجرابية اللي عايشة في استراليا. عايز اقول لكم ان ده نوع بغبغاء ما بيطيرش من نيوزيلندا. الكائن الجميل ده لقى اهتمام كبير جدا بسبب سلوكه غير المألوف اتجاه البشر، واصبح سفير لحماية الكاكابو. شخصيته المرحة دي خلت الوعي عندهم يزيد بانهم يحافظوا على الانواع المهددة بالانقراض. يوم عادي جدا لخبراء الحياة البرية، بس فجأة كل حاجة اتغيرت وقلبت بإثارة ما كانوش يتخيلوها أول ما شافوا المشهد ده قدام عينيهم. سنجاب المهوجني الطائر كائن جرابي نادر جدا من استراليا، بيقضي حياته كلها فوق الشجر، ومع انه ما بيطيرش بجد بس عنده قدرة رهيبة انه يتزحلق في الجو وينط من شجرة للتانية بمنتهى الخفة. وللأسف الكائن ده في خطر كبير بسبب قطع الغابات وضياع البيئة اللي عايش فيها. في أعماق شبه جزيرة كاتسيبي بمدغشقر تم اكتشاف واحد من أندر الأسرار البيولوجية، وهي حرباء فولز. بعد غياب استمر 105 سنة رجعت الحرباء المفقودة للظهور من جديد. طولها ما بيعديش 15 سنتيمتر، لكن قيمتها العلمية ملهاش حدود. مشهد نادر بيوثق رجوع فصيلة كنا بنقرأ عنها بس في الكتب القديمة، والنهاردة بنشوفها وهي بتتحرك قدام عينينا. اللي انت شايفه ده مش نمر عادي، اللقطة دي نادرة جدا وما بتحصلش كل يوم.
في قلب محمية سيمبال بالهند ظهرت العيلة دي من النمور السوداء. عايز اقول لكم ان دي مش فصيلة منفصلة، لكنها نمور بنغالية عندها طفرة جينية فريدة بتخلي الخطوط السوداء تغطي جسمها بالكامل. تخيل ان مفيش من الكائنات دي غير 10 نمور بس في العالم كله. مشهد زي ده بيعتبر معجزة حقيقية للمصورين وللعلم. سبحان الخالق العظيم. اللقطات اللي جاية دي من الفلبين لسائح محظوظ جدا لقى بالصدفة قط كاليكو ذكر، وده نوع نادر جدا وصعب تلاقيه. شوفوا المفاجأة كانت عاملة ازاي أول ما شافه. المعروف ان قطط الكاليكو اللي ب3 ألوان اغلبهم بيولدوا اناث، ونادر جدا لما تلاقي ذكر، لدرجة ان في كل 3000 قطة ممكن تلاقي ذكر واحد بس. انت متخيل؟ وده بيحصل بسبب خلل جيني بيديله كروموسوم اكس زيادة، وللأسف التميز ده بيجي معاه مشاكل صحية بتخليه محتاج عناية خاصة. الطاووس الأبيض ده طائر نادر جدا، والمفاجأة إنه مش بس أمهق زي ما ناس كتير فاكرة. يعني من الناحية العلمية لونه الأبيض ده مش مرض، دي حالة تانية خالص هي اللي مخليه شكله ساحر كده. الطيور دي بتاخد لونها الأبيض بسبب طفرة جينية بتمنع مادة الميلانين إنها تلون ريشها. بس الغريب إن الطفرة دي بتيجي على الريش بس، وما بتقربش خالص من لون عينيهم اللي بيفضل طبيعي وزي ما هو. في سنة 2017 سكان مدينة تورونتو كلموا فريق مكافحة الحياة البرية علشان يلحقوهم من شوية حيوانات راكون عاملة قلبان وفوضى حوالين بيتهم. بس الصدمة الحقيقية كانت لما الخبراء وصلوا واتفاجئوا انهم مش قدام راكون عادي زي اللي بنشوفه، دول قدام راكون امهق لونه ابيض تماما. يا سبحان الله على جماله. I couldn't believe it. It's an incredible find. We've only ever heard about one in a litter. حيوانات الراكون الامهق دي نادرة فوق ما تتخيل، وانك تشوف واحد فيهم في الطبيعة دي فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة في العمر، لدرجة ان احتمال برق يضربك اكبر من 50 مرة من انك تلمحهم. تخيل بقى لما تلاقي 2 اخوة من نفس البطن والاتنين لونهم ابيض تماما، بجد حاجة ما تتصدقش. يا سيدي القنفذ الامهق، الكائن ده بجد من اجمل واغرب المخلوقات اللي ممكن تقابلها في الطبيعة. سحره كله في فرو الابيض الناصع وعينيه الحمراء اللي بتلمع زي الفصوص، بجد شكله يخطف العين. ومع ان الكائنات دي موجودة عادي في الاماكن اللي بتتربى فيها، لكن في الغابات والحياة البرية تعتبر عملة نادرة جدا. والغريب بقى انها مش كائنات ليلية زي باقي انواع القنافذ، وعشان كده حياتها اسهل بكتير وقادرة تتعايش مع النهار، رغم ان لونها الابيض الفاقع ده بيخليها واضحة ومكشوفة لأي مفترس. مجموعة سياح في منطقة ماتشو بيتشو جالهم ذهول ما كانوش مصدقين عينيهم لما قابلوا بالصدفة حاجة الكل كان فاكر انها خلاص راحت ومش هتشوفها العين تاني. ده حيوان الفسكاشة، قارد غريب موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية. لو بصيت عليه هتحسه أرنب بس بديل طويل حبتين، ومع إن شكله هادي ورايق بس هو بطل في النط والقفز بمنتهى الرشاقة، وغالبا هتلاقيه عايش وسط الصخور أو في وسط المراعي الواسعة. الأفيال في كل حتة في الدنيا معروفة إنها عمالقة رمادية طيبة وفي حالها، وفي حالات نادرة ربنا سبحانه وتعالى بيقدر إن في أفيال تتولد بشكل مختلف ومميز عن الباقي وهي لسه في بطن أمها علشان تكون علامة. سبحان الخالق العظيم.
الأفيال البيضة دي حاجة نادرة فوق ما تتخيل، لدرجة إن اللي اتشافوا منهم في التاريخ كله يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة. وعشان بشرتهم فاتحة وحساسة جدا بيبقوا للأسف عرضة لحروق الشمس ومكشوفين قوي لأي حيوان مفترس في البرية. يعني جمالهم ده هو اللي مخليهم في خطر دائم.